خلينا نبارك لاحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي، النهارده هيتجوز بالليل ونتمنى له التوفيق ان شاء الله ونقول له الف مبروك. كلمني والله امبارح وعزمني بس انا عندي برنامج بالليل فاعتذرت له، لكن كلنا بنبارك له النهارده وبنقول له كده يا ربنا يبارك لك كده ان شاء الله مع زوجتك باذن الله. عايز اقول كمان النادي الوحده السعودي يا كابتن سامي بعت عرض رسمي لنادي الزمالك عشان معروف يوسف. معروف يوسف لاعب الزمالك عايزه دلوقتي. طبعا انا شايف ان هو الزمالك خلاص يبيعه يبيع اي استفاده منه بالظبط. الاهلي هيبدا الاستعداد لمواجهه الالومنيوم بكره، وانتم عارفين الاهلي والالومنيوم في كاس مصر يوم الخميس ان شاء الله. مروان محسن خد الانذار الثالث امبارح عشان هيغيب عن مباراه الالومنيوم ويكون مركز بقى في مباراه الزمالك ويخش كده نادي الزمالك. برضو الاهلي بيقترب من ضم احمد حمودي لاعب نادي الباطن السعودي، ده ممكن اللعيب اللي ممكن يجي للنادي الاهلي في شهر يناير القادم. النهارده كان في تدريب قوي للعيبه المستبعدين من مباراه الاهلي والمصري. الزمالك بيحدد رقم كبير قوي 10 مليون يورو لبيع كهرباء. كتير يا شادي؟ 90 مليون جنيه كتير صح؟ ايه؟ كتير؟ احنا مش بنبالغ، احنا بنعمل حاجات غريبه. طيب بس خلي بالك اقول لك خصوصا قبل انت قلت حاجه مهمه، انا شايف اتمنى حاجه كده شاطر في البيع قوي قوي. هو يعني لك 10 ممكن يبيع ب5 بيعمل 190 مليون عشان تعرفوا عارف يوصلوا فين بالظبط. انا هتكلم عن حاجه ثانيه. ماتش الاهلي انت قلت من الخبر اللي قبل ده اللي هو ايه؟ ماتش الاهلي والالومنيوم يوم الخميس في الكاس. انا دايما رغم الكاس فيه مفاجآت كبيره جدا لكن في لعيبه في النادي الاهلي لازم تاخد فرصه، في لعيبه تاخد راحه ولاعيبه تاخد فرصه. هو هيعمل كده، لازم هو يعمل كده. هو مجموعه من اللعيبه لازم تاخد راحه. في لعيبه في نادي الزمالك المفروض هتجدد خلال النهارده او بكره وطالبين 50% كاش من المقدم من التعاقد، يعني 50% من عقدهم كاش، وما اعتقدش الامور هتمشي بالشكل ده. وبيقولوا يعني اشمعنى حماده طلبه كان واخد نفس القصه. لا مش واخد نفس القصه. حماده طلبه عشان مضى ومشي وهو ماضي، فاحنا عايزين ناخد عشان العقد ساري. يعني حماده طلبه لما مضى قال لك لما مضى على بياض ما كملش العقد بتاعه، فهم عايزين ياخدوا فلوس. محمد حلمي مش عايز مايوكا. لا خلاص بقى خلاص من بدري. الزمالك النهارده هيبدا الاستعداد لمواجهه الانتاج الحربي. الزمالك والانتاج الحربي يوم الاربعاء ان شاء الله، واحده من ضمن مؤجلات نادي الزمالك. ويوم السبت هيلعب مع الشرقيه المؤجله الثانيه نادي الزمالك. ومباراه الزمالك والاولمبي هتتاجل في الكاس في دور ال 32 لغايه زي ما قال الحاج عامر حسين يوم 3 فبراير في حاله مصر ما وصلش للمباراه النهائيه. سموحه يطلب 10 مليون جنيه للاستغناء عن حسام باولو للزمالك. تعجيزي. طيب خلينا نروح حسام 33. خلينا تعجيزي واضح انه تعجيزي. يعني واضح مش هيدفع يعني 10 مليون يعني. طيب خلينا كل يوم عندي اخبار وبتجيلي يعني عناوين كده زملائي في الاعداد بيجيبوها. الاهلي يفاوض مش عارف مين، الاهلي يفاوض دولي، الاهلي يفاوض بليات بتاع سان داونز. اول ما الاهلي يطلع عليه كلام كده ان هو اسماء لعيبه بعينها تعرف ان هو ايه ماشيين عكس الكلام ده خالص. انا حفظت خلاص القصه. يعني كل شيء يقول لك بليات كاسترو مش عارف دولي النهارده قال لك عرض رسمي. على فكره اللعيب رقم 17 اللي سمعته في شهر اكتر. واحد اسمه بومبي، واحد اسمه مش عارف جولونجو، واي كمان فاهمني. فاول ما تعرف اصل الاهلي عمره بص على مر التاريخ عمره ما يكون رايح يشتري لعيب ويقول لك قبليه. عمره اول ما تطلع الاخبار دي والعناوين دي يبقى الاهلي ماشي في طريق تاني اخبار كده بتتسرب عشان يلوش. هو ستانلي الاهلي مركز مع ستانلي. انا بقول لك الاهلي مركز مع ستانلي من خلال وادي دجله. الكلام ده السنه الجايه مش السنه دي. ان وادي ان عقد ستانلي مع الزمالك لمده سنه اعاره. لازم يجيب حد في فتره القيد. مش هيجيب. ايه؟ مش هيجيب. لا هيجيب. مش هيجيب. انا بقول لك هيجيب. هتشوف والله هيجيب. مش انت شادي محمد بتاع النادي الاهلي وانا كريم حسن شحاته بتاع الاذاعه. استاذ كوره اف ام. النهارده ان شاء الله ختام الاسبوع ال16 عندنا ماتشين، نصر التعدين ومصر المقاصه. والماتش ده هيكون الساعه 3 يعني بعد نص ساعه من دلوقتي. وماتش تاني الاخير بقى في الاسبوع ال16 لقاء اسوان والمقاولين العرب برضو من استاد اسوان ان شاء الله الساعه 7. ان شاء الله نستمتع بلقاءات مميزه. وباذن الله يوم الاربعاء اللي جاي هيكون بدايه كاس مصر وايضا مباراه الزمالك المؤجله مع فريق الانتاج الحربي.
يعني كاس مصر ان شاء الله هتستمتعوا معانا كمان في استاد كرة اف ام ببطوله كاس مصر في اذاعه الشباب والرياضه مع الكابتن سامي الشيشيني وكابتن شادي محمد وزملائي رامي علي ومحمد بدر وكل طاقم العمل في استاد كرة اف ام. النهارده بسلم على محمد صباح مخرجنا، عمرو البدري هندسه الاذاعيه، والاعداد لاحمد عبد العال وهشام حسن وكل طاقم العمل في استاد كرة اف ام، هاني عبد المنعم ومحمد عبد الله منسقين من شركه بروفيشنال ميديا صاحبه البرنامج. خلينا نقول بقى هنتكلم شويه على ماتشات امبارح، وانا النهارده جاي ناوي لشادي محمد. ناويله يا كابتن سامي. ازيك يا كابتن شادي؟ يا كريم عامل ايه؟ وحشني. كله زي الفل. كله تمام؟ الحمد لله. كابتن سامي الشيشيني. ازيك يا نجم؟ تحياتي ليك. بسلم كمان على كل مستمعينا في اذاعه الشباب والرياضه. وماتشين النهارده، النصر التعدين زي ما قلنا والمقصه الساعه 3 واسوان والمقاولين العرب الساعه 7 باذن الله. خلينا نتكلم شويه وافكركم بنتائج الاسبوع ال 16 لغايه دلوقتي. الاسبوع ال 16 بدا يوم السبت اول امبارح. طلائع الجيش فاز على سموحه 1-0 بعد عرض رائع جدا لطلائع الجيش. تاج الحربي وامبي 1-1 ومباراه كانت قويه، وامبي كان يعني ممكن يخطف الثلاث نقاط لكن قدر انتاج الحربي يتعادل 1-1. الزمالك والاتحاد السكندري مباراه الشوط الثاني بالنسبه للزمالك، هدفين عن طريق ابراهيم صلاح وبري، وفاز الزمالك على الاتحاد 2-0. طنطا والشرقيه مباراه فيها 500 فرصه لطنطا ضاعوا امبارح، وضربه جزاء وكور في العارضه وفي كل حاجه، وطنطا في النهايه برضو فاز ولكن فاز 1-0. والشرقيه كان في موقف واداء سيء جدا امبارح، وده اللي خلى الكابتن علاء عبد العال يستقيل بعد المباراه. ولكن عندي معلومات ان في ضغط كبير جدا من جماهير الشرقيه، من راعي الفريق، من اداره النادي، ان كابتن علاء يتراجع عن الاستقاله. واعتقد ان كابتن علاء هيتراجع عن الاستقاله رغم ان عنده ماتشين جامدين جدا. الماتشين اللي جايين بالنسبه للشرقيه، عنده مباراه مؤجله مع الزمالك، وبعدين عنده ماتش مصر المقصه في نهايه الدور الاول. الداخليه وادي دجله امبارح تعادل سلبي 0-0. بتروجيت والاسماعيلي 1-1 والاسماعيلي كان متقدم عن طريق شكري نجيب، وبعدين اتعادل شمس بيكلي في جيم ستيدي تعادل لبتروجيت في نهايه المباراه في الدقيقه 87. وكان يعني في ضربه جزاء واضحه وصريحه لنادي بتروجيت لم تحتسب في ايه يا شادي؟ انت عندك برد ولا ايه؟ عندك برد ها؟ طيب جيم ستيدي تعادل، وبعدين ضربه جزاء لم تحتسب لفريق بتروجيت في الوقت الضايع. وخلي بالكم انا هنا ما بعرفش اسكت، لازم هتكلم في كل حاجه. احنا بنقولش الكلام ده بننتقد الحكام، لا بنقول في مواقف حصلت في المباراه. فمن وجهه نظرنا كان في ضربه جزاء امبارح، او وجهه نظر انا ما اعرفش كابتن شادي وكابتن سامي هيقولوا ايه. ضربه جزاء يعني البتروجيت، كره جت في ايد شريف حازم في نهايه المباراه، وكانت ممكن لا دي ضربه جزاء. ضربه جزاء لا دي 100%. طيب مباراه الاهلي والمصري وانتهت 3-1 لصالح الاهلي. الاهلي امبارح كان مميز جدا، اداؤه رائع وقدر يخطف النادي المصري. وامبارح شفنا المباراه كان الاهلي يستحق الفوز، ولكن برضه المصري اتظلم، وهقول لكم ايه اللي حصل. مروان محسن احرز الهدف الاول في اول دقيقتين، تمريره عبد الله السعيد، وبعدين سعد سمير في بدايه الشوط الثاني ضربه راسيه رائعه. وانا امبارح في التلفزيون يا كابتن سامي كابتن شادي مش عارف شبهت كده ما بين سعد سمير وسيرجيو راموس. ايه رايك؟ ما جمهور الاهلي مسميه سعد راموس يا راجل. الراجل بيطلع في الكورنرات وبيجيب اجوال جامده جدا ومميز وفي توقيتات صعبه جدا. كمان بعد ما الاهلي تقدم 2-0 احمد سالم صافي احرز هدف الاول للنادي المصري في الشوط الثاني. والمباراه يعني ايه في اخر 10 دقائق اتصعبت شويه، بدا النادي المصري يخش في الماتش، وبعدين من وجهه نظري كان في ضربه جزاء 100%. بس انا وجهه نظري اللي هي مش ضربه جزاء، يعني نفس ضربه انت الوحيد في مصر اللي قلت كده. هقول لك ليه. قول لي. ضربه الجزاء بتاعه مصر المقصه اللي الكل قاعد يجادل عليها ماليش دعوه باي ضربه جزاء. هي انا بتكلم في والله هي والله هي دي وجهه نظر. في فرق ما بين لاعب رايح عايز فيه جديه اللي انا اروح اجيب هدف، ولا انا رايح جديه ايه يا عم؟ ده اتضرب. راح حسين سيد دخل في ايه علاقه الجديه يا كريم؟ ده دخل فيه بس بعد ما هو يعني مش عارفه، عشان برضه اقول لك انا سايبك براحتك تشرح براحتك. اللعبه دي اللعيب رايح هو بيحتك الاول ووقع في زقه، بس واخد قرار اللي هو يقع. انت فاهم ازاي؟ عشان كده يعني اسالك سؤال، هو احنا الكابتن جهاد جريشه بيبقى احسن حكم في العالم لما في ماتشات واوحش حكم في العالم في ماتشات تانية بيغلط ايوه اي حد بيغلط. طيب ما هو امبارح غلط اللي هو ما حسبش. ده كمان الاوحش من كده اللي هو احتسب فاول على احمد سالم صافي وانذار، يعني ضربه جزاء ما تتحسبش،
وعرقله واضحه من حسين السيد. الراجل حسين السيد دخل خبط جسمه في احمد سالم صافي. اصل انا خلي بالك موقفي اللي انا هقول لك بيدافع عن النادي الاهلي ملوش علاقه خالص. لا انت حر، دي قناعتي انا. هو ده معناه، بص هو ده معناه اللي انا بقوله كده كلام ضربه جزاء ان انا بدافع عن المصري ولا بدافع عن الزمالك. في ناس مخها تعبان شويه بتقعد تحسبها كده. لا انا بتكلم دي وجهه نظري. وجهه نظري اللعيب راح يتحايل ياخد ضربه جزاء. لا ابقى اتفرج على اللعبه 8000 مره. انا امبارح انا قاعد معاك، انا قلت له هي فيها نسبه متساويه. يعني انا لو حكم انا مش حكم هنا في الاستوديو، لكن هي فيها ضربه جزاء. لكن ما ينفعش اقول نسبتها قليله، لا هي نسبه ممكن تبقى حسب. انا بقول نسبه 120% ضربه جزاء. بقول لك هي نسبه كبيره فيها ضربه جزاء، وماينس 20 مش ضربه جزاء. انا الناس كلها قالت ضربه جزاء. كلها اللعبه دي يا جماعه 90. فانا اللي قلت انا قلت على فكره في وجود الكابتن ابراهيم حسن، قلت 90% مش ضربه جزاء، فيها 10% ضربه جزاء اللي هو الاحتكاك اللي بعد اللعيب ما خد قرار يقع. بص يا شادي، هتشوفها دي وجهه نظرك، احنا بنحترم كل وجهات النظر. ما عنديش مشكله انت تقول مش ضربه جزاء، لكن انا بقول ضربه جزاء 120% مش 100%، 120%. وخطا كبير كمان من كابتن جهاد جريشه ان هو يدي انذار ويدي سيميوليشن لاحمد سالم صافي واحتسب فاول عكسي. هو راجل مش بيمثل خالص. ممكن اسالك يعني عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه يا شادي، عايز اقول لك حاجه. ضربه جزاء هو دي ضربه جزاء ما فيهاش نقاش خالص. لو بتاعت الاهلي اللي هي الثانيه هو ينفع نتكلم في دي اصلا خالص؟ احنا اتكلمنا، ما انا بقول لك خلاص، لان احنا قلنا نصيحه حتى مش عايز اخرج بره الموضوع. كل مره نفس اللعبه نقول للمدافعين انت بتفرض ايدك. هو عايز يبين للحكم ان انا مش ماسك، وده برضه دي السلبيه. انت عارف لما تيجي تخش ايه انا مش ماسكه انا خبطه. لا انت عارف اقول لك حاجه اللي جت في بتتكلم على الايد اللي جت في الايد. لان لما تيجي تبص اسامه العزب عمل ايه؟ يا عم شريف حازم مسك وشه بعد الكوره. لا شريف حازم دي ضربه جزاء. طب ممكن اسالك سؤال فنيا بقى جوه الملعب؟ المصري يستحق الفوز امبارح؟ احنا دايما بنقول كده في الفريق اللي يستحق نقول. يعني مثلا قلنا بتروجيت ليه ضربه جزاء صحيحه 100%، قلنا للكابتن محمد ابراهيم. فنيا جوه الملعب الاسماعيلي كان افضل. لا والماتش الاهلي والمصري الاهلي كان افضل. طيب انت النهارده اصل بيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك ضربه الجزاء. ما انا سمعت كلام كتير جدا. ضربه الجزاء توقيتها لو جايه تبقى 2-2. ايوه صح. طب ما هو الاهلي كان ليه سيستم معين بيلعب بيه. مثلا على سبيل المثال لما غير السيستم بتاعه راح جاب جون وضيع جون تاني. لا بص ده فرصه فرق. انا لما يجي 2-2 في فرق. احنا بنتكلم على الاداء ونتيجه الماتش. ممكن في فرق مثلا طنطا، مش طنطا امبارح يكسب 7-8. مش ممكن الشرقيه تجيب جول وهي وحشه. لو ده حصل في فرق كتير. لا احنا امبارح قلنا ايه؟ انا قلت الاهلي افضل من المصري. رائع. كابتن حسام البدري، انت انا خدت منك كلمه رحت قلتها في التلفزيون امبارح. الكابتن حسام البدري امبارح بدا المباراه، رغم ان انا استغربت على التشكيل في الاول، لكن بدا المباراه باعمار سنيه صغيره عشان يجاري النادي المصري في الجري ونجح في كده. والبدايات بتاعت الاهلي في الشوطين كانت رائعه. خلي بالك احنا مش معترضين على كده، احنا بنتكلم في موقف معين. مش معنى ان الاهلي افضل من المصري ان المصري لو جاله ضربه جزاء وتعادل يبقى بص عشان انا اقول يعني قولا واحدا. لا هقول اللي انا قلته قدام ابراهيم حسن. ما انا سمعتك امبارح 90% اللعبه دي مش ضربه جزاء، 10% ضربه جزاء. ده رايي. دي وجهه نظر شادي محمد الوحيده في مصر. ان انا امبارح كان معايا ناس اهلاويه كتير جدا امبارح قالوا لي لا ضربه جزاء كتير. يعني انا بقول لك ايه، والله ما ليها علاقه باهلي ولا اي حاجه. انا بشوف حاجه من وجهه نظر انا شايفها. اللعبه دي بصوا عليها على تحرك اللاعب 90% عايز ياخد ضربه جزاء. يعني هو راح ياخد عايز ياخد هعمل لك النهارده حاجه، هعمل لك استطلاع راي في الراديو هنا في اذاعه الشباب والرياضه في استاد كوره اف ام من خلال صفحتنا على الفيسبوك استاد كوره اف ام للجمهور. اهلاويه بقى، بورسعيديه، زملكاويه، اتحادويه، اي حد بيتفرج على كوره خشوا قولوا لنا رايكم النهارده. هل الكوره بتاعت احمد سالم صافي دي ضربه جزاء ولا لا؟ ونتناقش مع بعض. احنا اليوم طويل. انت وراك حاجه؟ لا. طيب بعد الفاصل. احنا كنا يعني متوقعين وعندنا معلومات مؤكده ان رضا البلتاجي هيكون اخر فتره ليه مع اخر الدور الاول. تمام. كابتن رضا البلتاجي سبق وقدم استقالته من شويه من لجنه الحكام في اتحاد الكوره. معايا العميد ثروت سويلم مدير التنفيذي لاتحاد الكوره عشان يقول لنا ايه اللي حصل وايه اسباب استقاله الكابتن رضا البلتاجي. سياده العميد ازي حضرتك؟ ازي كابتن كريم؟ ازي حضرتك كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. دايما منور التلفزيون والراديو وكل الله حاجه. الله يخليك، بنورك والله يا سياده العميد. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. ايه قصه الكابتن رضا البلتاجي؟ لا زي ما حضرتك سمعت كده، انا طبعا برضو خلي بال حضرتك الكابتن رضا يعني الفتره الاخيره كان في ضغط نفسي عليه، احساسه ان في هجوم عليه. الكابتن رضا من الشخصيات المحترمه جدا، ويمكن انا
رغم وجوده في مجلس النواب، بس كان احتكاكي معاه زاد جدا في الفتره اللي هو مسك فيها اللجنه. كابتن رضا للناس ما تعرفوش ان هو كان حريص جدا انه يشتغل رئيس لجنه الحكام بلا مقابل، يعني رفض تماما الحاح الكابتن هاني عليه انه ياخد راتب شهري. راجل يعني من رموز التحكيم. فموضوع بقى كابتن كريم انه استقال او كده، هو بعد الهجوم اللي حصل على الكابتن رضا قعد مع الكابتن هاني اكتر من مره عشان يشيل الحق من مجلس الاداره ويبعد، عشان شاف ان الانديه كلها يعني في اتهامات ليه، وكان حاجه برضه صعبه جدا لما يكون واحد بيشتغل وبيؤدي بلا مقابل وانه يحس ان كل الناس بتهاجمه. فهو طبعا كان مصر برضه ان الامور تستمر في اللجنه لحد نهايه الدور الاولاني. عشان كده كابتن موضوع الاستقاله والكلام ده كله كان مرتبط من ده قرار الكابتن رضا، له قرار مجلس الاداره واكثر من مره، وكان مجلس الاداره مصر على وجود الكابتن رضا البلتاجي رئيس لجنه الحكام. تقديمه الاستقاله دي برضو نتيجه اللي كان فيه هجوم من يومين كده برضو على الكابتن رضا، ولكن لا الاستقاله وصلت مجلس الاداره ولا الاستقاله اتعرضت لسه على المجلس، والمجلس مش هيجتمع الا الاسبوع الجاي. الكابتن رضا مستمر لحين قرار مجلس الاداره. تمام، يعني دي استقاله قدمها النهارده فعلا رسميا. هو فعلا قدم مظروف كده وقال فيه ان انا يعني بسيب اللجنه بعد ما يعتبر الدور الاولاني على مقربه من الانتهاء. لكن المفروض الاستقاله لما بتتقدم كابتن كريم بتتعرض على مجلس الاداره والمجلس وشأنه فيها. فانت عارف حضرتك ان مفيش اي مجلس الايام دي، وبعدين خلاص طب كده مين اللي هيعين الحكام بقى الفتره دي سواء في الدوري الممتاز او في الكاس او في الممتاز بيه وماتش الزمالك والاهلي؟ مين اللي هيجيب الحكام الاجانب؟ ماتش الاهلي والزمالك محسوم طبعا ان حكام اجانب. انا عارف. وتم هو كابتن رضا تم مكاتبه كذا اتحاد كده عشان يرشحوا لنا الحكام اللي هيجوا. الامور ماشيه والكابتن رضا موجود لحد ما مجلس الاداره ياخد قرار. تمام. طيب كنت هقول لك ايه يا كابتن، ماتش الزمالك والاهلي هيتلعب في بيترو سبورت؟ لان ده ماتش الزمالك وده ملعب نادي الزمالك. والامن يعني زي ما انت شايف في الفتره الاخيره كابتن كريم الامن داعم جدا وحريص جدا ان الدوري يمشي بالامور المحترمه اللي ماشيه بيها، فما كانش في اي تدخلات في الامن او في منع ماتشات. ونقدم لهم الشكر طبعا بعد الاحداث اللي حصلت دي. كمان كان في اصرار من الامن ان الماتشات تتلعب بعد حادثه الكنيسه تاني يوم على طول الاهلي وانبي. يمكن الناس برضو معتقده ان الامن كان رافض موضوع استاد القاهره لماتش مصر وتونس. القصه برضه يا كابتن كريم ان في اشغالات وفي شغل في كوبري الفنجري وشارع اسماعيل الفنجري قافل تماما المدخل الغربي للاستاد القاهره. انا حضرتك قلت لنا القصه دي. فبالتالي حضرتك ان ماتش الاهلي والزمالك ده ماتش الزمالك وهيكون في بيترو سبورت باذن الله. بيترو سبورت لو الزمالك عايز يغير الملعب وجاب موافقه امنيه. لو الزمالك طبعا هو صاحب الملعب. هو افرض الزمالك قال عاوز العب في برج العرب ما فيش مشكله، يعني هو صاحب الملعب. لازم يكون في موافقه امنيه طبعا. طبعا بس تمام. هو صاحب القرار نادي الزمالك. تمام، بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد ثروت سويلم. ورضا البلتاجي كابتن رضا البلتاجي قدم استقالته. فمفيش مجلس اداره دلوقتي في اتحاد الكره او مفيش اجتماع قريب، فهيكمل كابتن رضا لغايه ما او يعني ممكن الله اعلم. بس احنا طبعا عارفين القصه من فتره وقلنا الكلام ده قبل كده ان كابتن رضا هتكون اخر فتره ليه، فالموضوع محسوم بالنسبه لرحيل رضا البلتاجي من اتحاد الكره المصري او من رئاسه لجنه الحكام. كان محقق نتائج نسبة النقاط اللي واخدها 76%. الأهداف سجل 13 هدف بمعدل تقريبا هدفين في المباراة الواحدة، ودخل مرماه 7 أهداف. دي نتائج سموحة مع جورفان فييرا. بعد ما جه كابتن حلمي طولان لعب مع سموحة 9 ماتشات، حقق فيهم انتصارين فقط في المباريات ال9، عمل 5 تعادلات وهزيمتين. فبالتالي كابتن حلمي مع سموحة أخذ 11 نقطة من 27 نقطة، وده يعتبر رقم قليل جدا. النسبة المئوية للنقاط 40%، يعني بعد ما كان سموحة واخد 76% من النقاط مع جورفان فييرا أصبح خد 40% فقط من النقاط مع كابتن حلمي طولان. الأهداف حتى اللي سجلها برضه مستوى قل جدا، سجل 7 أهداف بس مع كابتن حلمي. معدل التهديف فيه في المباراة الواحدة بقى 8 من 10 هدف، يعني أقل من هدف في المباراة، رغم ان هو مع فييرا كان بيسجل هدفين في المباراة. فواضح ان في تراجع كبير جدا في الاداء وفي النتائج وحتى في التهديف كمان، المعدل التهديفي لفريق سموحة. ده بالنسبة لنادي سموحة. مظبوط.
معانا احصائيه تانية لوادي دجله بقى. وادي دجله برضو حصل نفس التغيير، مدير فني يمكن برضو كان مدرب اجنبي باتريس كارتيلون المدرب الفرنسي تم يمكن رحيله، وجه كابتن احمد حسام ميدو تولى المسؤوليه مع وادي دجله. ودجله رغم ان هو كانت اوريدي نتائجه كانت سيئه مع كارتيلون، يمكن كانت نتائج قليله جدا، وكان دجله برضو مستواه او مركزه تراجع في جدول الدوري، لكن المفاجاه بقى انه بعد التغيير كمان النتائج ازدادت سوءا. يعني مع باتريس كارتيرون وادي دجله لعب 8 ماتشات حقق فيهم 3 فوز وتعادل مرتين وخسر 3 ماتشات. خد النقط اللي اخدها، خد 11 نقطه من 24 نقطه، وكانت نسبه نجاحه مع كارتيرون 48%. دي يمكن نسبه النجاح النقاط اللي هو اخدها. بعد كده مع احمد حسام ميدو 8 ماتشات برضو نفس عدد المباريات اللي لعبها دجله مع كارتيرون، لعب 8 فوز 1 فقط، 4 تعادلات 3 هزائم، اخذ 7 نقاط من 24 نقطه، واصبحت نسبه نجاحه او نسبه النقاط اللي حصل عليها 29% فقط. يعني النسبه تراجعت من 47% مع كارتيرون ل 29% مع ميدو، فحصل تراجع برضو كبير في الاداء. فده يمكن برضو بيدل ان تغييرات المدربين مش دايما بتكون صح، بالعكس ساعات بتكون ليها تاثير سلبي على الفريق بسبب حته عدم الاستقرار. طيب عندك حاجه تاني في مصر؟ في احصائيه معايا برضو على حسام غالي شويه يمكن مع النادي الاهلي. يمكن برضو حسام غالي كان غاب فتره طويله بسبب الاصابه، ما لعبش مع النادي الاهلي. في ناس بتطالب بعوده حسام غالي للمنتخب وبيقولوا ان هو لعيب مؤثر. يمكن احصائيه اللي معانا برضو فيها مفاجاه كده، ان الاهلي في عدم وجود حسام غالي بيحقق نتائج افضل من لما يكون حسام غالي موجود. يمكن لغايه دلوقتي الاهلي لعب 16 مباراه في الدوري، 8 ماتشات كان حسام غالي موجود فيهم كعنصر في الفريق، و8 ماتشات كان غايب بسبب الاصابه. في وجود حسام غالي الاهلي عمل 5 فوز و3 تعادلات في ال8 ماتشات، وبالتالي حصل على 18 نقطه من 24. نسبه نجاحه في وجود حسام غالي 75%، دي نسبه نجاح النادي الاهلي في النقاط اللي اخذها. في غياب حسام غالي ال8 ماتشات اللي هو ما لعبهمش الاهلي حقق الفوز في ال8 مباريات كلهم. يعني ال8 ماتشات اللي حسام غالي ما لعبهمش كلهم الاهلي كسبهم، حصد فيهم 24 نقطه 100% من النقاط. قصدك ايه الاحصائيه دي يا خالد؟ لا والله احنا بنتكلم بالارقام، يعني الارقام احنا بنقوله والناس بقى هي اللي يعني تشوف من الدنيا يعني. لا يعني قصدي واضح ان حسام غالي يعني وجوده بيؤثر بالسلب على النادي الاهلي. بقول لك الارقام اللي بتقول كده، مش انا اللي بقول كده. بيبقى في سنه بطء شويه في التمرير، ممكن تكون سنه عصبيه برضو بتؤثر على بعض اللاعبين لما بيتعصب عليهم في الملعب. فبقول لك هي الارقام اللي بتقول كده. 8 ماتشات ما لعبهمش حسام غالي الاهلي حقق فيهم 8 فوز، خد 24 نقطه، 16 هدف سجلهم بمعدل هدفين في المباراه، ما دخلش فيه ولا هدف في ال8 ماتشات. الاربع اهداف اللي دخلوا في النادي الاهلي كلهم كانوا في وجود حسام غالي في الملعب، وفي ال3 ماتشات اللي الاهلي تعادلهم برضو كان حسام غالي موجود فيهم عنصر في الفريق. في حاجه ثانيه في مصر تقريبا كده؟ دي يعني يمكن اهم الحاجات. يمكن في برضه احصائيه عن المهاجمين في الدوري المصري بقى. انا قلت لك في الاول ان في ازمه في مهاجمين في الدوري المصري، فبالتالي دي ازمه اعتقد بتواجه هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر. يمكن معايا احصائيه برضه بالمعدل هياخد باسم مرسي ومروان واحمد حسن كوكا، دول الثلاثه المهاجمين الصرحه اللي هياخدهم صح؟ غالبا هو ده الاتجاه، بس انا برضو شايف ان مروان محسن لا يستحق الانضمام للموضوع. الارقام اللي بتقول كده، يمكن مروان محسن امبارح بالمباراه اللي لعبها امبارح شارك 580 دقيقه. يعني مروان محسن لعب مع النادي الاهلي 580 دقيقه من ساعه ما جه الاهلي. 12 مباراه منهم 6 ماتشات لعب اساسي و6 ماتشات لعب بديل، اجمالا 580 دقيقه، سجل فيهم هدف واحد فقط اللي هو الهدف اللي جابه امبارح. فبالتالي معدل التهديف لمروان محسن هدف كل 580 دقيقه، ده يعتبر رقم قليل جدا ورقم ضعيف لمهاجم بيلعب راس حربه الفريق النادي الاهلي ومرشح للانضمام لمنتخب مصر. يمكن المهاجمين معدل التهديف، يمكن المفاجاه برضو ان يمكن افضل هداف يا كابتن كريم، افضل هداف مصري جوه الدوري المصري من حيث معدل التهديف محمد فضل في المقاولين العرب، لعب 568 دقيقه، سجل 4 اهداف، فبالتالي معدله التهديفي هدف كل 142 دقيقه. المهاجم اللي بعديه وده اللي انا برشحه بقى لهيكتور كوبر منتخب مصر، شكري نجيب مع الاسماعيلي. انا شايف ان هو مهاجم واعد جدا، وحتى كان لاعب منتخبات، لاعب منتخب شباب ولاعب منتخب اولمبي. شكري نجيب مع الاسماعيلي هو تاني افضل هداف في الدوري المصري، لعب 713 دقيقه، سجل فيهم 4 اهداف، وده رقم ايجابي جدا، هدف كل 178 دقيقه. بيتفوق على كل المهاجمين، بيتفوق على حسام باولو وعلى مروان محسن وعلى باسم مرسي وعلى كل المهاجمين التانيين في الدوري المصري. فانا شايف شكري نجيب ممكن يكون مهاجم واعد جدا لمنتخب مصر الفتره اللي جايه. طيب عايز اسالك سؤال، هو انت متخانق مع احمد عيد عبد الملك؟ لا خالص، احمد حبيبي. كل ما باجي اتكلم احمد اساله اهدافك يقول لي 94 باين او 96 دلوقتي صح؟ 94 بيقول لي 94. يعني قعدنا نحسب الاجوان اللي جابها مع الحرس ومع اسوان زمان ومع الزمالك ومع طلائع الجيش، الفرق اللي لعب لها تمام، فوصلنا اللي هي 94 اعتقد، يعني حاجه كده مظبوط. هي القصه انت تقولي لا دول بتحسب ازاي نادي المئة؟
لا احمد عيد اولا حبيبي وصاحبي من الشخصيات المحترمه جميل. جدا في الوسط الرياضي، يمكن عكس حتى ما بيبان في الملعب بيكون عصبي، لا هو لكن بره خارج الملعب يعني زي العسل. لا قصه هو في نقطه خلاف، بس هي دي نقطه الخلاف ما بيننا، واعتقد انا شرحتها لاحمد شخصيا يعني. اشرحها لنا بقى عشان نفهم. يعني هو جامع الاهداف الدوري مع الكاس، هو نادي المئة ده لوحده اهداف الدوري فقط، الدوري بس. فاهداف دوري فقط. احمد عيد عبد الملك تقريبا مسجل 78 هدف دلوقتي في الدوري يعني بيحسبوا الممتاز. نادي ال 100 في الدوري فقط، في الدوري فقط، لكن هو ليه اهداف كاس. ليه اهداف كاس. خلي بالك احمد عيد هو الهداف المصري برضه في الكونفدراليه الافريقيه. مظبوط. بس هو بقول لك هو حاسب الدوري وكاس مع بعض 94 بتحسب دوري بس هي ده بتحسب دوري بس عشان دوري ممتاز بس الف ولا دوري ممتاز؟ دوري ممتاز بس طبعا وحتى مش لا دوري ممتاز بس. وحتى فيه هو ليه كمان 3 اهداف برضه دول عليهم خلاف، لكن برضه انا حسبتهم له برضه عشان يعني احمد عيد دلوقتي اهدافه في الدوري 78 ناقص له 22 هدف عشان يدخل نادي المئة رسميا. دي طبعا يعني نتكلم برضه بصراحه اعتقد فيها صعوبه يعني انه يسجل 22 هدف طبعا يعني اتمنى طبعا، لكن احنا بنتكلم عشان يلعب بيتولد كل شويه. هو القصه هو حاسب يعني جامع الاهداف بتاعه الدوري مع الكاس، ودي حصلت مع كابتن محمد صلاح ابو جريشه. محمد صلاح ابو جريشه برضه قيل ان هو دخل نادي المئة، لكن محمد صلاح ابو جريشه دخل نادي المئة بالاهداف الاثنين مع بعض، دوري وكاس. لكن ده رسمي دوري بس، لا دوري بس هم 7 لعيبه بس المتواجدين فيها. مين ومين بقول لي كده من اول كابتن دوزوي، كابتن حسام حسن، كابتن حسن شاذلي، كابتن مصطفى رياض، كابتن احمد الكاس، كابتن ابو تريكه ده برضه دخل مؤخرا، يمكن هم دول اللي دخلوا نادي المئة. كابتن جمال عبد الحميد هو كان اخر واحد. كابتن جمال عبد الحميد برضه كان عليه خلاف، كان 99 هدف، لكن برضه بالبحث في الدفاتر القديمه كده طلع ان هو كان ليه بالظبط هدفين او 3 ما كانوش محسوبين، فكابتن جمال عبد الحميد معاهم. لكن مين اقرب لعيب ممكن يخش نادي المئة غير احمد عيد عبد الملك؟ هم الثلاثه احمد عيد وعبد الملك ومحمد فضل وعماد متعب، الثلاثه دول كلهم في السبعينات يعني بنتكلم 78 احمد عيد، فضل تقريبا 75، عماد متعب 74، كلهم قريبين من بعض، الثلاثه قريبين من بعض، اهداف دوري فقط كلهم في السبعينات. لكن بقول لك يعني صعب برضه عشان ما تقوليش احمد عيد بس، صعب على عماد متعب وصعب على محمد فضل ان حد فيهم طبعا في ظل عامل والله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. طبعا يا كابتن كريم انا الكاس مع الدوري ربنا يكرمك. ما انا بقول لك الكاس مش محسوب يعني، ممكن يعني معنويا بقى معنويا ممكن نقول لو عيد عدى ال 100 دوري وكاس ممكن نحسبهم له. لا خلينا احنا نتكلم رسمي. لا رسمي دوري بس 100 دوري بس هنستنى الدوري. وفي بقول لك احمد عيد كمان عنده نوع يعني في 3 اهداف كده كان عليهم خلاف، ان هو كان بيلعب فريق اسوان، كانت مباراه يمكن تحديد الهابط بعد ما الدوري خلص، لعب الفريق اللي هو الاخير في الدوري اسوان مع فريق صاعد من الدرجه الثانيه سوهاج. احمد عيد سجل هاتريك في المباراه دي، برضه ناس كتير مش حاسباها ان هي دوري ممتاز لان هي كانت مباراه فاصله بعد نهايه الدوري، لكن بقول لك حتى لو حسبناهم له يوصل 79 يعني مش هتفرق كتير. عايز اقول